حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله على منتخب المغرب، منتخب أسود الأطلس. من مشجع مصر عاشق للكرة المغربية بشكل كبير جدا. بقول لك ان منتخب المغرب موجود في قارة افريقيا بالخطأ، بالاضافة للمنتخب المصري ايضا. ولكن كلامنا وحديثنا في التوقيت الحالي على منتخب المغرب اكتسح لسوتو بسباعية نظيفة مع الرأفة. المنتخب المغربي حرفيا واخد منتخب لسوتو ورا مصنع الكراسي، ولسان حال منتخب لسوتو حد ينجدنا، حد يلحقنا من منتخب المغرب المفتري. المنتخب المغربي اصبح بيتعامل مع لعبة كرة القدم على انها لعبة تنس او كرة يد او طايرة. ما شاء الله المنتخب المغربي بيمتلك لاعب من العيار الثقيل، لاعب مرعب، وهو ابراهيم دياز. رغم ان هو لسه راجع من الاصابه، ابراهيم دياز لسه متعافي من الاصابه، ولكن راجع بشكل مرعب. يبعت رساله لكارلو انشيلوتي، ما ينفعش يقعد دكه. لا تقول لي بقى فينيسيوس جونيور ولا كيليان امبابي. فعلا ابراهيم دياز وصل في التوقيت الحالي الفورمه افضل من فينيسيوس جونيور، وكذلك كيليان امبابي اغلى لاعب في تاريخ كره القدم. انت متخيل معايا ان ابراهيم دياز بيساهم حتى الان في ال6 مباريات اللي خاضوا مع منتخب المغرب، بيساهم في 9 اهداف من ال100 هدف اللي سجلته منتخب المغرب. مباريات بمثابه حصص تدريبيه لوليد الركراكي. كده كده كلنا عارفين ان البطوله هتتلعب في المغرب. ابراهيم دياز ابتداها امام منتخب الكونغو، صنع هدف امام منتخب الكونغو، وايضا عمل اسيست امام منتخب زامبيا، وسجل هاتريك امام منتخب لسوتو منذ قليل. ابراهيم دياز بيسجل هدف في الدقيقه الرابعه، وكذلك هدف ثاني في الدقيقه 15 في اقل من ربع ساعه. انت متخيل بيسجل هدفين في اقل من ربع ساعه. وقبل نهايه الشوط الاول ابراهيم دياز بيختمها وبيسجل الهدف الثالث والهاتريك له في هذه المباراه. وايضا ابراهيم دياز كان سجل هدف في مباراه الذهاب امام منتخب لسوتو، وكان سجل هدفين امام منتخب الغابون. مباراه الاياب المباراه الاخيره لمنتخب المغرب. مهما يغيب الاسد مصيره راجع بقوه. وكذلك عز الدين أناحي قدم مباراه كبيره، بالاضافه لإلياس بن صغير القادم بسرعه البرق، بالاضافه للظاهره المغربيه سفيان رحيمي اللي كان على وشك الانضمام للنادي الاهلي، ولكن منه لله بيتسو موسيماني ساهم ب3 أهداف فقط في هذه المباراه. طبعا رقم كبير جدا لسفيان رحيمي، سجل هدفين ومنهم هدف من ركله جزاء، وكمان كان عامل اسيست في هدف من ال3 أهداف اللي سجلهم ابراهيم دياز. منتخب المغرب حرفيا اصبح منتخب مرعب. كل التحيه للجامعه الملكيه المغربيه بقياده فوزي لقجع، قدروا يعملوا ويكونوا منتخب مرعب، منتخب يفرح، منتخب تفتخر بيه. بغض النظر انت جنسيتك ايه، انا جنسيتي مصري، ولكني عاشق للمنتخب المغربي بشكل كبير جدا. وانا بعتذر لكل اصدقائي ان انا ما طلعتش اتكلمت واتناقشت مع حضراتكم في مباراه منتخب المغرب الاخيره امام منتخب الغابون. المنتخب المغربي ماشي يوزع خمسات وسبعيات وثمانيات وتسعات، ولسان حال كل العرب والمنتخبات الافريقيه. دي كره قدم مش كره يد او طايره مفتوحه. من ضمن اللاعيبه المغربيه القادمه بسرعه البرق ادم أزنو، لاعب محترم. وليد الركراكي ذهب لدكته، نزل ايوب الكعبي سجل هدف، نزل اسماعيل سيباري او سبيري سجل هدف. على ما اعتقد كل اللاعيبه اللي نزلت سجلت اهداف في هذه المباراه. اللي بيعمله منتخب المغرب حرفيا المنتخب المغربي من النهارده. هتقولي منتخب لسوتو ضعيف، منتخب الغابون ضعيف، برضه هقولها لك بقلب جامد. المنتخب المغربي من النهارده المفروض يحصد من الفيفا بطاقة اعتماد للمشاركة في بطولة الأمم الأوروبية. المنتخب المغربي قادر ان هو ينافس ويشارك في بطولة الأمم الأوروبية. المنتخب المغربي للبعض من حضراتكم هيخش دلوقتي يكتب لي في الكومنتات منتخب لسوتو منتخب مجهول الهوية، منتخب ملوش بيع ولا تاريخ في القارة الأفريقية. تعال اما اقول لك كلمتين 2 فقط. المنتخب المغربي اللي انت هتخش تقلل من إمكانياته وقدراته ده نفس المنتخب لو تفتكر ارجع كده سنتين لورا، ايه اللي عمله منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022؟ ايه اللي عمله منتخب المغرب امام منتخب كرواتيا؟ وصيف كأس العالم امام منتخب فرنسا روسيا 2018. هل كرواتيا قدرت تفوز على منتخب المغرب؟ فشلت. منتخب كندا قدر يفوز على منتخب المغرب؟ فشلت. منتخب بلجيكا قدر يفوز على منتخب المغرب؟ بالعكس منتخب المغرب هو اللي فاز على منتخب بلجيكا. منتخب البرتغال في ظل وجود الدون كريستيانو رونالدو قدر يتغلب على منتخب المغرب؟ فشلوا. المنتخب الاسباني بقياده لويس انريكي افضل منتخب في العالم، منتخب التيكي تاكا، قدر يفوز على منتخب المغرب؟ المنتخب الفرنسي فاز على منتخب المغرب بسبب الاصابات، بسبب الاجهاد. المنتخب المغربي كان ممكن يفوز بكأس العالم، كان ممكن يتأهل ويقابل منتخب الارجنتين ويفوز بكأس العالم. علشان لو هتطلع تقول ان منتخب المغرب فاز على الغابون او منتخب ليسوتو وكل هذه المنتخبات منتخبات ضعيفه، قلل من قدرات المنتخب المغربي، يبقى كارثه بكل المقاييس. ان انت يبقى عندك منتخب عربي
بكل هذه الامكانيات. طبعا احنا بندعم منتخب المغرب، بندعم منتخبنا الوطني منتخب مصر، بندعم منتخب تونس، منتخب السودان بيعمل مفاجاه وبيصعد حاليا بعد غياب عن بطوله افريقيا اكثر من 10 سنوات. ما ينفعش تقلل من منتخب بيمتلك كل هذه الامكانيات الجباره. اضافه لحارس المرمى ياسين بونو، المنتخب المغربي اصبح بيمتلك لاعب واثنين وثلاثه نجوم وسوبر في كل مركز ما شاء الله. ايوب الكعبي بيسجل، بينزل يسجل، سفيان رحيمي، يوسف النصيري، ومسمار خط الوسط عز الدين أناحي وسفيان امرابي. وتستشعر كده ان منتخب اسود الاطلس في مختلف الاعمار سواء منتخب الشباب او المنتخب الاول فعلوا وضعيه الخماسيات والسداسيات والتسعات. اصبح ده الطبيعي عند كل المغاربه. الجمهور المغربي حاليا لما منتخب المغرب هو يسجل اقل حاجه 5 اهداف بالنسبه للمغاربه خساره. المنتخب المغربي هيصبح منافس شرس، منافس مرعب في بطوله افريقيا اللي هتتلعب في المغرب اصلا 2025 القادمه، سواء لمصر او السنغال والانديه اللي دائما بتنافس على بطوله الامم الافريقيه، وهيعمل حاجه باذن الله في بطوله كاس العالم 2026. في نهايه المطاف الف مبروك لكل المغاربه، اصبحتم بتمتلكوا منتخب ما شاء الله مرعب، تحط رجل على رجل وتطمن. المنتخب المغربي قادر على المنافسه والفوز في اي مباراه مهما كان اسمه وتاريخ المنتخب اللي هيلعبه منتخب المغرب. والف مبروك للشعب السوداني الشقيق على الصعود ايضا لامم افريقيا 2025 في المغرب، وكذلك منتخب مصر اللي صعد بقى لها ماتشين اصلا. سلام.